السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي كوكتيل ابتسام صلاح. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ أتمنى من ربنا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وسرور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل أحلى غريبة في البيت. مقاديرها 750 جرام من الدقيق، 500 جرام من السمنة السايحة، وطبعا احنا هنستعملها وهي طالعة من التلاجة، لكن دي سمنة بلدي. وهنستعمل 250 جرام من السكر. هناخد المقادير بتاعتنا ونقسمها على نصين اتنين، علشان نص هنعمله ابيض ونص هنعمله بالكاكاو زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. انا هستعمل نوعين اتنين من السمنة الصفراء اللي هي البقري، والسمنة البيضة اللي هي الجاموسي الفلاحي. تمام. هناخد اول بولة ونعمل الخلطة بتاعت السمنة بتاعتها، وهننزل معاها بالسكر على طول. مجرد ما السمنة تدوب كده وتسيح وتبدأ شكلها يبقى شكل الكريمة، ننزل كده بالسكر تدريجي زي ما انتوا ملاحظين، ما شاء الله، واحدة واحدة كده. طبعا احنا قسمنا نص السكر، يعني ده عبارة عن 125 جرام من السكر. و250 جرام من الزبدة، وطبعا نص 750 جرام من الدقيق، عبارة عن 375 جرام من الدقيق. شايفين القوام جميل ازاي؟ هنبدأ بقى ننزل بالدقيق كده تدريجي، وهنعمل الغريبة كده بكل سهولة. نفس اللي عملناه هنا هنعمله في بولة تانية، بس احنا هنشيل منها 3 معالق دقيق. ليه؟ علشان هنحط مكانهم 3 معالق من الكاكاو. يفضل الكاكاو بتاعنا يكون كاكاو من نوع كويس، تمام، علشان يبدأ يدينا طعم كويس قوي في الغريبة واحنا بناكلها. ده نفس اللي احنا عملناه بالظبط، بس احنا عملنا ده لوحده في بولة وده لوحده في بولة تانية، وبدأنا ان احنا نضيف الكاكاو بتاعنا. هنخلطه كويس جدا لحد لما اللون كله يبقى متجانس. هنبدأ نشكل الغريبة بكل شكل احنا حابينه، كور، بيضاويات، تشكيلة مختلفة كده رخامية براحتكم. هناخد الغريبة ونحطها في الفرن بتاعنا لمدة 10 دقايق بالكتير جدا. مجرد لما هتستوي بسرعة جدا، وهنخرجها من الفرن وبألف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب وكومنت، عشان يوصل لكم كل جديد هقدمه لكم في قناتي، قناة كوكتيل ابتسام صلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.